السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. لن تبديل اضطراري آخر في المباراة بعد كيرت زوما. جاء الدور على سعيد جول لوكاس باكيتا، وكذلك عند نيف رايس. باكيتا جارود بو لا يرحمهم اطلاقا. هي فرصه يا ساوتشيك وكريغ داوسون، انه يعبث باقدامهم. القدم العالميه تتويج ليستر سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز. كان ذلك محرز اليسرى لفريق ويست هام، حرك ما في جرابه من ابداع وسحر. كريسويل على تنفيذ والراسيه باكيتا. العارضة داني خطيرة تدخل من كريغ داوسون. ألعب بالنار كريغ داوسون. فيها فار يوري صدها البولندي. رد مرمى. يقولون بأن أسهل الكرات على حارس المرمى وأسهل الأهداف تمر خطيرة. العرضية بعيدة تماما. 4 دقائق وقت بدل ضائع. كرة إلى تماس طويلة هذه الكرة. بوان تحضير لسكاماكا، خطيرة سكاماكا. ويست هام لا شيء، ليستر هدف. نلتقي مع بداية شوط المباراة الثاني إن شاء الله. متأخر بهدف دون رد أمام ليستر سيتي، وكاد أن يتأخر بهدفين لو سجل يوري تيليمانس. ركلة جيمس ماديسون رقم 26. دينيس برايت البلجيكي تحط كأس العالم الرحال، وأيام عنه في آخر زيارتين إلى هذا الملعب. شهر أبريل 2021 خسر ب3 أهداف لهدفين. فابيانسكي في تلك المباراة. ديكلان رايس، الأسماء يعني الوحيدان المتبقيان من التشكيلة الأساسية. يوري تيليمانس. نيف يؤمن لكريغ داوسون. بوان ساوتشيك. بعد الأمر يحدث للمرة 11 من أصل 15 مباراة في هذا الموسم. 11 مباراة من أصل 15 لم يتمكن خروجه، كأنه يريد أن يغادر. مهاجمان هاري كين وسون. هو لاعب وسط ميدان ولكنه ليس انجليزي، وهو كيفن دي بروين البلجيكي. لرايس. ديكلان من التمرير حيث سكاماكا كان متسلي. داوسون كريسويل ممتازة. هكذا كرات نايف خلاها لداوسون، وداوسون اللاعب الغير مستدعى يلعب بكل حرية. الآن لعبها لنايف كان يجب أن يلعبها. برايت خاف على رجليه. كاري سومار يترك مكانه لنامباليس ميندي. سكاماكا ما يصل على كرة عند ديكلان رايس. كريسويل صارت خطيرة ومرة أخرى الدفاع. ولمن نامباليس ميندي بارنيس. أخيرا جاء الدور على بابلو فورناليس، إسباني من طالبنا به. سكاماكا وكرة بينية بينه وبين لوكاس باكيتا. جيمي فاردي راس والثاني جول. فعلا هي رصاصة الرحمة يا هارفي يا بارنيز. كرة نايف راح الأزمات من النتائج. تسبب في هذه الأزمات. نايف فقدت كرة بعيدة إلى التماس، والضربة القاضية لم تأتي في شوط المباراة الأول، تأخرت إلى آخر 10 دقائق. عرضية طويلة بعيدة. نايف براسي أقرب لجارود بوان، وبوان سهلة بيدي داني وورد. يعني تصوروا أنه
يستهل. خلاص لا يطمع جمهور فريق وست هام في ما تبقى من وقت بدل ضائع. كان الامل كبير مع صافرات استهجان من جماهير وست هام على اداء فريقهم وعلى مدربهم ديفيد مويز. نهايه الموعد في لندن. شكرا لكم على الزيارة والمشاهدة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.